ابنك يقول لك فدوة اروح لك، ترى من يوصل عزرائيل. هذا حج محيسن عنده خطار، وقبل تدري قصب، بيوت قصب اللي يحكي بهذا البيت يسمعه جاره، موش مثل هسه. هسه ابو محيسن يريد ينام ما يقدر، جيرانه مقابل مرته وقاعد يتسالون، هي تقول له اروح لك فدوه، هو يقول لها انا اروح لك 7 فدوات. هي تقول له يومي قبل يومك، يقول لها لا يومي قبل يومك، عزرائيل ياخذني ولا ياخذك كذا. هسه هو يريد ينام خطيه. هسه هذا الحكي لحد 2 بالثلاث خربن اعصابه، طلع من بيته مفتر، دق الباب حيل، يريد يقول ما تنامون خلينا ننام. طلعت المرأة يا واد، قالها عزرائيل، بس قالها عزرائيل ردت الرجل عشان تقول لك واحد يريدك بالباب. ها ابو توك يومي قبل يومك، ترى كذب هذا الحكي كله مجاملات. تاليته يخلونك ويا عزرائيل من يحطوننا بالقبور بس يذبون التراب، هالحكي انت وياهم بس ما يشوفونك، تحكي بس ما يسمعونك، تشوف روحك. خلوه بالتابوت، خلوه بالهذا، جابوه نزلوه بالقبور، صاحوا رحم الله والديه من هال التراب، بس يذبون التراب عليك تظلم الدنيا، بعد ما تشوف احد ولا تسمع احد، تلقى الله قدامك. ها عبدي شلونك؟ ها اهلك اوصلوك وتحت التراب دفنوك، ولو بقوا عندك ما نفعوك. هم شاعلين شموع وانت بالظلمه، وهم يشعلون بخور وانت ما تشم، وهم لابسين هديمات وانت عريان، وهم طابخين مفطح وانت ما تاكل. وهم راح يردون لاهلهم، تبقى انت لوحدك. يلا ما سالت عني انا، هسه بدي اسالنك بالله، انا ياهو نبيك ياهو قرانك شنهي، شو تقول له بالله؟ تقول له وين شنهي؟ تكد على عيالك؟ نعم، المجاهد الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، ولكن لا تنسى روحك، لا تنسى روحك. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وانت شوف الله جل وعلا إذا يريد يسلط علينا جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن ناخذ عبرة منين؟ ناخذ عبرة من القرآن. شفتوا الأمم اللي قبلنا، قوم نوح شلون الله غرقهم، قوم صالح، قوم هود، قوم شعيب، ولكن ما نفع إلا قوم يونس. قوم يونس لما دعا عليهم وقال لهم العذاب نازل عليكم 3 أيام وصبروا، وهي اصفرت الدنيا. هاي من الدنيا تصفر وراها تحمر والنوب تسود، النوب ينزل العذاب. فرأسا هم تلاحقوا روحهم. شلون تلاحقوا روحهم؟ هذا اللي عنده حنطة وعنده شعير وعنده خبز، وشاف الدنيا اصفرت واحمرت، شا بعد يبقى المن، قام مزق الحائط، زرف الحائط بينه وبين جيرانه، قال لهم يوبا تعالوا خاف جواعة اكلوا، هسه نموت هم جوعانين. بعد نزل العذاب اخذوا، وذاك البيت فتح على البيت، بعد ما يقدرون يطلعون برا بعد ماكو عذاب، بس بالبيوت، بس من بيت البيت فتحوا بيبان وشبابيك. واحد ظل يعدل الثاني، اكل يا اخوي اكل يا اخوي قبل لا نموت. تراحموا بيناتهم. واذا بالخبر يجي ليونس قال له ارجع ترى قومك تراحموا والرفع عنهم العذاب. اذن ما ينفع الله بعذابكم، الله ما يريد عذابنا، بس الله يريد يذكرنا. انت يل ما تسأل عن ابوك، انت يل ما تسأل عن اختك، انت يل ما تسأل عن امك، انت اللي تشبع وغيرك جوعان، انت اريد اوعيك. اللي سلط علينا اصلا فيروس ما ينشاف بالعين، وخلانا ما شاء الله الدول كلها محتارة بروحها، لا تقدر تطلع، لا تقدر تسالب، لا تقدر تحكي، لا تقدر. زين هذا اذا سواه بالهوى شلون؟ السعود بالملامسة ينتقل، لكن اذا بالهوى هذا بعد الله لا يسلط على مسلم ان شاء الله تعالى. زين هسه ايام جديدة قدامنا، ايام العيد. خوش العيد شنو؟ العيد يقول من كلمة اعاده ويعود عيدا او عودا، يعني يعود الانسان كما خلقه الله طاهر من الذنوب. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لذلك إخواني عندنا 3 أعياد. العيد الأول من بعد الحج. احنا نعرف اللي يروح للحج كون يطلع شنو؟ يرجع لأهله كون خالي من الذنوب، يرجع مثل يوم ولدته أمه. هذا الطفل اللي ولد بعد هذا معصوم، هذا خالي من الذنوب، طاهر نظيف. فمن تروح للحج وترجع والله يتقبل الحج، ورا الحج شنو اكو؟ عيد. العيد يعني يعود الناس الى نظافتهم، الى فطرتهم. والعيد الثاني من بعد رمضان، كون من نطلع من رمضان نطلع خالين من الذنوب. اذن اخواني الاعزاء، جتكم ليلة عظيمة، حاول قدر الامكان تنسى الزعل، تنسى المشكلة اللي بينك وبين اخوك. اذا عندك مسائل مالية حلهن، اذا عندك حقوق الاخرين لحق رجعهن، اذا عندك ذنوب ارجع توب من عدهن، لان النبي يقول واكتافكم مثقلة باوزاركم، اجتافك ثقيل من الذنوب فخففوا. خففوا بشنو؟ قال بطول استغفاركم. استغفر الله، اطلب منا المغفرة لانك ضيف عده. اذا نحاول هاي الايام ان ننظف قلوبنا قبل لا ننظف ابداننا، نجدد العهد مع الله قبل لا نجدد ثيابنا، نحاول قدر الامكان ان نوصل الزعلان، ان نصالح مع اقربائنا، والاقربون اولى بالمعروف. راجع اهلك، راجع والدك، راجع والدتك، راجع اخوانك، راجع عشيرتك. حاول ان تقضي كل المسائل المالية قبل ان تجي اخر ليلة وهي ليلة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل قلوبنا نظيفة من الحسد والحقد والنفاق والزعل. وان شاء الله اخوة نعاهد الله سبحانه وتعالى على التكافل، تكافل اجتماعي. اسأل على جيرانك عنده لو ما عنده، حاول حاول اجمع اموالك اللي عندك والما عندك، وحاول ان تساعد لك عائلة، ان تكسي لك يتيم، ان تكفل لك ارملة. حاول قدر الامكان، وانتم اهل الكرم، وانتم اهل الطيب، وانتم اهل الكرامات كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليلة، بحق هذا المنبر، ان يرفع هذه الغمة عن هذه الغمة، عن هذه الامة، ويعيد علينا هذا العيد ونحن خلو من الذنوب. ونسأل الله ما يمر علينا هذا الشهر إلا ونحن حاصلون على شهادة وبراءة من النار إن شاء الله تعالى. كما وأبلغكم إن شاء الله على لسان أخي العزيز الشيخ عادل الخنفري أنه يبلغ أخوانه، يبلغ عشيرته، يبلغ جماعته بسبب ظروف هذا الفيروس، أنه هذا العيد نحاول أن نتباعد، وأنه ماكو لقاءات وتجمعات مثل كل سنة، ونطلب من الله أن يعوضنا إن شاء الله بالقريب العاجل، يعوضنا باجتماع على فرح وسرور إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، عجل اللهم تعالى فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، اللهم صل على محمد وآل محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد المدر والشجر، اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد حبات المطر، اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما خلقت وما تخلق إلى يوم القيامة، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تشافي بها مرضانا، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترفع بها هذا البلاء عنا، اللهم صل على محمد وآل محمد حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم صل على محمد وآل محمد حتى تدخلنا الجنة برضاك وشفاعة محمد وآل محمد. إلى أماتكم أجمعين، أمات المؤسسين، من مات على حب وولاية مولاي أمير المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.